في محاولة بائسة ويائسة للخروج من عزلته العربية والدولية والعالمية، حاول رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو تسويق التطبيع مع المملكة العربية السعودية كإنجاز سياسي إسرائيلي، مع أن جميع الخبراء والمحللين والمختصين في تل أبيب وواشنطن شددوا على أن التوصل لاتفاق بين الرياض وتل أبيب ما زال بعيدا جدا، وأن الأمر منوط بتلبية الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس جو بايدن المطالب السعودية بما في السماح لها بتطوير برنامج نووي سلمي. في سياق عينه رأت صحيفة هارتس العبرية أن تأجيل البحرين زيارة وزير خارجية دولة الاحتلال إلى المنامة بسبب اقتحام الأقصى من قبل الوزير الفاشي إيتمار بن غفير هو أكبر دليل على هشاشة اتفاقيات آبراهام، علما أن الزيارة كانت ستكون الأولى لوزير إسرائيلي إلى المملكة البحرينية منذ تشكيل الحكومة العنصرية المتطرفة في كانون الأول ديسمبر من العام الفائت. بالإضافة إلى ذلك، ومن المنظور الاستراتيجي، ترى العديد من الأوساط السياسية والأمنية النافذة في دوائر صنع القرار أن منع السعودية من امتلاك أسلحة نووية أولى من التطبيع معها، على الرغم من أن رئيس وزراء الاحتلال يعتقد بأن التطبيع مع المملكة سيكون بمثابة إنجاز كبير لحكومته التي تعاني من انخفاض كبير في شعبيتها، كما أكدت استطلاعات الرأي التي نشرتها قنوات التلفزة العبرية